بكتيريا محتلة جهازك الهضمي وبتتغذى على أجزاء من جسمك. لا ده انت كمان لازم تحافظ عليها. معاكم أخصائية التغذية سارة عصام من برنامج معلومة خفيفة. البروبيوتيك هي بكتيريا موجودة في جسمنا ليها آثار مفيدة على صحة الإنسان. التجارب السريرية بينت أهمية البروبيوتيك في الأمراض المرتبطة بالميكروبات المعوية في الجسم، اللي أكدت أهميتها في السيطرة على أمراض الأمعاء وتعزيز المناعة. طب أمراض الأمعاء دي بسبب إيه؟ لما يكون مفيش توازن بين البكتيريا المفيدة والبكتيريا الضارة، وده بيرجع لسوء التغذية ومضادات الحيوية الكتير، والعواقب بعدها بتوصل لمشاكل في الجهاز الهضمي وحساسية من أكلات كتير ومشاكل في الصحة العقلية والسمنة. من فوائد البروبيوتيك بتحسن الصحة العقلية والمود بتاعنا. يعني مثلا لو مشينا فترة على مكملات بروبيوتيك لمدة 8 أسابيع بيقلل من مستوى الاكتئاب وبتحسن صحة القلب، وده بسبب إنها بتقلل مستوى الكوليسترول الضار في الدم وبتقلل ضغط الدم شوية، بتقلل أعراض اضطرابات الأمعاء ومتلازمة القولون العصبي والتهاب الأمعاء ومرض IBS، وبتعزز المناعة وبتحمي من العدوى، وبطريقة غير مباشرة هي بتقلل الوزن. ازاي؟ بعض انواع البروبيوتيك بتمتص الدهون من الاكلات اللي احنا بناكلها وبعد كده الجسم بيتخلص منها. طب ايه هي اهم مصادرها؟ الزبادي والكرنب المخلل والمخللات عموما، وبعض انواع الجبنة زي الجودة والشيدر والموتزاريلا والقريش. قول لنا بقى، انت لسه مقتنع ان انت لازم تقتل البكتيريا بنسبة 99.9%؟